أهلا بكم مشاهدي مساء المونديال في حلقة جديدة بكل تأكيد من برنامجنا الذي يتواصل طيلة أيام كأس العالم. بكل تأكيد أحداث متسارعة وملفات كثيرة ومباريات حماسية ودرامية شهدها كأس العالم، لعل أبرزها مواجهة النصف نهائي بين الأرجنتين وإنجلترا. أرحب قبل ما نبدأ الحوار دعونا نتابع تقرير بكل تأكيد يرصد مواجهة الأرجنتين وإنجلترا وتأهل تاريخي للمنتخب الأرجنتيني بعد ريمونتادا تاريخية بكل تأكيد أعده فراس الفويرس. بكل تأكيد وبعد هذه القراءة والافتتاحية دعونا نتابع أبرز الأرقام والنقاط التي رصدت عن هذه المواجهة التاريخية بكل تأكيد وما شهدته من إحصائيات وأرقام. إذن كانت هذه أبرز النقاط والأرقام وربما الإحصائيات التي شهدتها مواجهة الأمس بين الأرجنتين وإنجلترا. ولربما خير ما نبدأ به في هذه الحلقة هو ليونيل ميسي. ميسي تعود الشكوك كونه فضائي. نبدأ مع فتحي ولا مع جمال ولا مع جمال؟ نبدأ مع فتحي المولدي. هو كنت غتبدا مع فتحي. كاين واحد نقطة نظام. كاين واحد نقطة نظام. أعطيني نقطة النظام. لأنه فتحي شحال هذا قال لك راه ماشي إنسان. صحيح. ميسي الحقيقة ميسي من كوكب آخر، قلناه ونأكدوه وتأكد البارح. أنا ميسي رجعنا شوية للتاريخ وأنا نتذكر إذا كان ما خانتنيش الذاكرة في تقريب 2016 النهائي متاع الكوبا أمريكا ضد الشيلي. يومها تنهزم الأرجنتين بضربات الجزاء، وأول ضربة جزاء كان سددها كان ليون ميسي وأخفق طيحها. تمت المقابلة، خرج ليونيل ميسي، استجوبوه قال لهم أنا اليوم ناخذ التقاعد متاعي، اليوم انسحب من الفريق الوطني لأني هذا رابع نهائي انهزم فيه. تصور انت عام 2016 ميسي يطلب التقاعد من الكورة وأنه يغادر فريق الأرجنتين لأنه في 4 نهائيات منهم نهائي 2014 لم يحصل على الكأس، ثم أنه في 2016 كان سبب في هزيمة الأرجنتين بفشلوا في تحقيق ضربة جزاء. احنا اليوم في 2026 10 سنوات بعد التقاعد. هذا الرجل منين تحبوا يجي؟ خدعنا. ما يجي كان من كوكب آخر، ما نجمش يكون من طينة البشر العاديين. ورينا البارح ميسي غير عادي. راهو ميسي في كأس العالم هذه أكثر واحد يتمشى، هو قريب يعملوا له كرسي باش يقعد يرتاح، أما كي تجي الكرة راهو مش عارف. يبدأ المباراة في آخر 10 دقائق. لا الرومونتادا هي الأرجنتين متاع السنة اسمها أرجنتين رومونتادا في كل المقابلات تقريبا في ال10 دقائق الأخيرة، وكأنه الجرس يضرب وميسي يخرج. عرفتك القنديل اللي يخرج منه ميسي في ال10 دقائق الأخيرة ضد انجلترا. راهو شيء غير عادي، مصباح السحري. قول حبيك لبيك، ميسي يخرج لك من بين يديك وهو يلعب بساقيك. بساقيه مش بساقيه. اذا بساق مراد ما يسجلش. لا بساق مراد ما يسجلش. هاي شفت ولا هذه الحرب بكري. لا والله هذا اتهام الحقيقه. هذا اسمع راهو لاعب خطير جدا. جمال تحضير جديد اللهجه. ولهذا نعتبر انه ميسي هو حقيقه مهما تكون النتيجة وراجل كأس العالم هذه بكل المقاييس وحده معناها وصل الأرجنتين للدور النهائي، ولكن مش وحده لأنه فما شكون أيضا كان سبب في خروج انجلترا. وربما بعد ما يحكيوا على ميسي نحكي على الشخص اللي كان سبب في خروج انجلترا. جمال الصطيفي، هل نحن أمام مرحلة نشاهد فيها لاعب ربما أو آخر لاعب يأتي من خارج الحسابات؟ لربما في سنوات الماضية عندما نتحدث على أجيال وأساطير متداولة ومتوارثة في كرة القدم، في نهاية كل حقبة يظهر لاعب يستلم المشعل والراية. لربما ما بعد ميسي
لم نشاهد أحد بذات المهارة خلينا نقول والفنيات يعني صعب الحديث على ليونيل ميسي. اليابان بما توصلت إليه أصبحنا نتحدث عن كوكب اليابان. اليوم نتكلموا على كوكب ليونيل ميسي، أنه لاعب يعني متفرد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والمفارقة أنه فتحي هو يسرد يعني حضور ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، وكيفاش أنه لوح يعني بالاعتزال الدولي بعد المباراة النهائية الشهيرة أمام الشيلي، أنه ليونيل ميسي في قمة أدائه الفردي مع البارسا لم يحقق ألقاب مع المنتخب الأرجنتيني. بعد ذلك يعني تغيرت الصورة بشكل كلي مع منتخب الأرجنتين. قادوا الكوبا أمريكا، قادوا لقب كأس العالم يعني في قطر، وهو اليوم أيضا يقود إلى المباراة النهائية مرة أخرى، علما أننا ننسى أنه خاض أيضا النهائي في 2014 أمام المنتخب الألماني، وكان ممكن أنذاك أيضا يتوج يعني بلقب كأس العالم لو يعني كرة هيغوين سواء مع الشيلي أو مع الأرجنتين تم استغلالها على نحو جيد، كان ربما يكون بطل أيضا في ذلك الوقت. طبعا الحل الكثير من الأسئلة حول ليونيل ميسي، كيف حافظ على حضوره البدني، على إيقاعه. أنا قريت كثير حول ليونيل ميسي في هذه النسخة. ماذا وجدت؟ وجدت أنه يعني السرعة القصوى لليونيل ميسي أكثر من مونديال قطر، يعني هذه حسب إحصائيات صحيح، يعني السرعة القصوى كانت أكثر من مونديال قطر. ايضا الفريق الذي يشتغل مع ليونيل، دائما كنا نتحدث عن المقارنه ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو والجوانب البدنيه، وان ميسي الموهبه فقط. لا، حتى ميسي يشتغل على الجوانب البدنيه. فالفريق العام الذي يشتغل مع ليونيل ميسي ماذا وجد؟ وجد انه يعني انتقل الى الدوري الامريكي. الدوري الامريكي ايقاعه منخفض، يعني لا يساعد ليونيل ميسي، فاعدوا له برنامج موازي يعني للاستعداد لكأس العالم. وجاتهم الكثير من الاشارات على مستوى التغذيه، يعني الشخص اللي كان يتحدث معه قال انا ما نكشفش الكثير من الاسرار، ما نكروش نعرفوا يعني الكثير من الاسرار بخصوص كيف يعني يتم تهيئ ليونيل ميسي بدنيا، ولكن هو ايضا كانت حصص اضافيه يعني خارج فريق انتر ميامي ليكون جاهزا مع منتخب بلاده. انت اشرت لنقطه مهمه، انه جاء من الدوري الامريكي ذو الايقاع البطيء والرتم الغير عالي. لو كان ميسي قادم لكأس العالم من دوري ذو منافسة شديدة، هل سيظهر بهذا الشكل والجاهزية البدنية اللي نتكلموا عليها اليوم وهو بهذا العمر؟ هو ركان مع ما تحدثت عليه أنا يعني أنه ركان مع البارسا في أوج عطائه ولم يقود منتخب الأرجنتيني هذه الألقاب. واليوم يعني لاحظ، ولكن أيضا ميسي أيضا اليوم أكثر نضجا، أكثر حضورا، علما أنه في هذه المقابلة مع مثلا منتخب كان من أكثر المقابلات اللي ركب فيها. يعني هو وكأنه تحدثنا في الحلقات السابقة على أن لربما من خلال الأرقام اللي رصدت بأنه صحيح. أكثر مشيا ووقوفا في الملعب من الجري، قلت لكم لربما يجهز لنقطة انطلاقة في النصف النهائي والنهائي، ولكنه أكثر تأثيرا. الجميل في ليونيل ميسي، وهذا قلناه أمس، قلنا أنه ليس رهانه أنه يتوج بهداف أو يسجل أكبر عدد من الأهداف، بقدر ما أنه رهانه أنه يقود منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية. صحيح في بعض الفترات اختفى عن المقابلة مثل ما اختفى بيلينغهام ومثل ما اختفى هاري كين، ولكن ميسي إذا اختفى يمكن أن يعود بطريقة. طيب. وهذه المرة باش عاد برجله اليمنى يعني باش يمنح أيضا يعني تمريرة هدف. فصراحة يعني تعجز الكلمات عن وصف ما يقدمه يعني ليونيل ميسي لكرة القدم. هل ستكون يعني موهبة؟ فتحي المولدي، سيد فتحي منورنا دائما، واهلا ومرحبا بك في مساء مونديالي جديد. اهلا مراد، اهلا بالساده المشاهدين. بالطبيعه تعازينا الحاره للشعب الجزائري في فقدان اطفال، وتعرف وقت اللي تقول اطفال توجع، وقت اللي تقول اطفال بدون سند اللي هما في المأوى ذا بطبيعه الحال تزيد توجع اكثر. ولكن ان شاء الله كل شيء يجيب اللطف وتعزيه جمال وللشعب الجزائري كله، ان شاء الله ذاك اخر الاحزان ان شاء الله. اكيد. جمال الصطيفي، اهلا ومرحبا بك، منورنا دائما في مساء مونديالي جديد بالتاكيد. تحيه اليك مراد، تحيه لفتحي، تحيه للاخ جمال، خالص العزاء يعني للشعب الجزائري في وفاة هؤلاء الأطفال يعني الأيتام في الحريق اللي عرفته هذه المؤسسة. خبر صراحة مؤلم
يعني فخالص العزاء، نسأل الله لهم يعني المغفرة والرضوان والشفاء العاجل لبقية المصابين إن شاء الله. إن شاء الله بكل تأكيد. المونديال مساء النور، مساء الخير، شكرا على المقدمة تاعك. نعزي أولا أنفسنا كجزائريين، ربي يرحمهم اللي توفى، وإن شاء الله يشفي لهم مرضى إن شاء الله. ساكن ما عاشوش خاصة فاجعة كبيرة، لأنه الأطفال فاجعة حلت على دار أيتام. يعني في الأصل يعني الحنان تاع الوالدين ما عندهمش، وزيد تجيهم الفاجعة هذه، ما كاش اللي يواسيهم، ما كاش. توجع شويه، وجعتنا كشعب جزائري. نتمنى الرحمه والمغفره ان شاء الله اللي ماتوا، ويشافي ربي ان شاء الله اللي هم مرض ان شاء الله. ان شاء الله بكل تاكيد، وان شاء الله هذه خاتمه الاحزان. ورحب اهلا بكم مشاهدي مساء المونديال في حلقه جديده بكل تاكيد من برنامجنا الذي يتواصل طيله ايام كاس العالم. بكل تاكيد احداث متسارعه وملفات كثيره ومباريات حماسيه ودراميه شهدها كاس العالم، لعل ابرزها مواجهه النصف نهائي بين الارجنتين وانجلترا. ارحب قبل ما نبدو الحوار، دعونا نتابع تقرير بكل تأكيد يرصد مواجهة الأرجنتين وإنجلترا وتأهل تاريخي للمنتخب الأرجنتيني بعد ريمونتادا تاريخية بكل تأكيد أعده فراس الفويرس. بكل تأكيد وبعد هذه القراءة والافتتاحية دعونا نتابع أبرز الأرقام والنقاط التي رصدت عن